عارف يعني ايه كلمة كنود؟ ربنا في كتابه الكريم قال في سورة العاديات: إن الإنسان لربه لكنود. كلمة كنود بمعنى جاحد، أو ما بيشوفش نعم ربنا عليه. يعني يفضل يدعي ربنا ويقول له: يا رب ارزقني بوظيفة كويسة، ولما ربنا يرزقه بالوظيفة يكره الوظيفة ويقول مشاغل وقرف. واحد تاني يقول: يا رب ارزقني بالذرية الصالحة، ولما ربنا يرزقه يقول لك: ما شفتش يوم حلو من ساعة ما بقى عندي ولاد. شخص تاني يدعي ربنا ويقول له: يا رب انجح، ولما ينجح يقول: انا نجحت بمجهودي. طبعا بمجهودك وكل حاجة، لكن بفضل ربنا قبل كل شيء. يعني يبقى نفسك في الشيء الفلاني وتفضل تدعي ربنا، ولما الشيء ده يتحقق يبقى مستنكرها. دايما بيبص على الشيء اللي مش في ايده واللي بعيد عنه، وينسى نعم ربنا عليه. وهو نفس الشخص ده لما ربنا يسيبه بابتلاء بسيط مثلا يفضل يشتكي من الدنيا. فما تبقاش من النوع ده، واحمد ربنا على كل كبيرة وصغيرة. نعمة الحمد دي في حد ذاتها نعمة. طول ما هتقول الحمد لله على نهاية اليوم وانت بصحتك، ربنا هيبارك لك فيها. طول ما هتقول الحمد لله على علمك، ربنا هيزيدك من فضله. طول ما هتقول الحمد لله هتعيش حياة أسعد مفيش فيها شقة ولا متاعب. كلمة الحمد لله بتزرع فيك جانب من الرضا على كل حاجة في حياتك. يا أخي ده عدم زوال النعمة في حد ذاتها نعمة والله.